خسرت التحدي ده اعلى تعليق هيجيب لايكات هيكسب فلوس. It's showtime, folks. لحد النهارده قررت اقرا كتاب كامل لمده يوم. كمل الفيديو للاخر عشان تعرف ان كنت كسبت التحدي ولا خسرت وحد منكم هيكسب فلوس. طبعا التحدي ده هيبقى صعب جدا بالنسبه لي لان انا اصلا بقالي كتير ما بقراش كتب، ولو بقرا ما بقراش كميه كتاب لمده يوم، فالموضوع هيبقى صعب قوي. طيب شروط التحدي ان انا اخلص كتاب عن اي موضوع هيبقى في حدود 200 صفحه، ولازم اخلص الكتاب قبل ما انام. دلوقتي الساعه 1 الظهر، لازم اشوف كتاب عشان ابدا اقرا فيه عشان الحق اخلص. شكل كده هقرأ فن اللامبالاة، وانا كنت قرأت منه قبل كده بس عمري ما عديت نصه حتى او خلصته، فخلينا نقراه. عدد صفحات الكتاب ده حوالي 267 صفحة. عملت حسبة بسيطة عشان اعرف محتاج وقت قد ايه عشان اقرا الكتاب كامل. لقيت ان انا لو بقرأ الصفحة في دقيقة ونص، فعدد الصفحات اللي هم 267 صفحة من الاخر كده هيطلع لي حوالي 7 ساعات صافي قراءة. يا رب الحق. طبعا انا لو خسرت التحدي ده اعلى تعليق هيجيب لايكات لمده اسبوع، هتواصل معاه شخصيا وهكسبه فلوس. طيب الفصل الاول حوالي 30 صفحه، فتقريبا محتاج 45 دقيقه علشان اخلصه، فيا رب اخلصه فعلا في الوقت ده علشان الخطه تبقى ماشيه تمام. على فكرة القراءة مو بس علم. يعني على سبيل المثال أنا قرأت كتاب الأب الغني والأب الفقير وعلمني طرق الوصول إلى الثراء، وكانت المعلومات خرافية جدا. ولكن رغم هذا ما راح أكتفي بهذا الكتاب، راح أقرأ كتب ثانية تعلمني كيف أوصل للثراء. ليش؟ مو بحثا عن المعلومة، لأن الكتب زي ما تعطيك معلومات توسع مداركك، تخليك تشوف أشياء وفرص أنت مو شايفها. فعلا اقرأ وربك الأكرم. شوف، القراءة من يريد أن ينجح في حياته ويبدع في مجاله لابد أن تقرأ. 45 دقيقة خلصوا وانا متأخر 10 صفحات على ان الفصل يخلص، ففي مشكلة لازم احلها ان انا احاول اسرع الدنيا شوية. قلت ادور على طريقة انها تخليني اقرأ بشكل اسرع لان انا فعلا بقعد في الصفحة دقيقتين 3. فشفت فيديو بيقولك ان انت تحاول تقرأ بعينك، وان انت دايما اصلا انت بتقرأ بتحس ان انت دماغك بتقرأ في سرها، يعني اللي هو مثلا فاتح كده فن اللامبالاة فانت بتبقى ساكت وتقول انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه؟ انت مش فاهم منه اي حاجه، كأنك بتقول فن اللامبالاة بس في دماغك، فانت بتحاول تسكت الصوت ده، تحاول تقرا بعينك، ولو في مثلا سطرين حشو تحاول تعديهم عشان تقرا اسرع. طيب دلوقتي الساعة 9 بالليل وانا يا دوب قرأت بس حوالي 70 صفحة، يعني باقي لي 200 صفحة. فبص يعني ما تسبقوش الاحداث، لسه هكمل. مش عارف انام الساعة كام، ممكن اطبق عشان اخلصه، ولكن اعمل حسابك ان غالبا في حد هيكسب فلوس. ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ ايه الغلطانه اللي انت فيها دي؟ حط تعليق وان شاء الله يبقى من نصيبك. من مميزات التحدي ده ان هو بيدي لك قوة تحمل وصبر على الملل او على المعلومة اللي ما فيهاش اي حاجة ممتعة، وان على الاقل وسط العالم المليان بالمشتتات دي انت بتدخل لدماغك معلومات قيمة او حاجة تستفيد بيها في حياتك. لو انت عايز تبقى حد جامد، لو انت عايز تبقى سابق سنك، لو انت عايز تشوف ابعد بكتير مما انت شايف دلوقتي، لو انت عايز تكون اكثر ذكاء، اكثر كاريزمة، اكثر فهما، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا من سلبيات التحدي ده ان انت بيجيلك حالة من الملل وانت بتقرا مش طبيعية. من كتر الملل بتقرا ومش فاهم انت بتقرا ايه، يعني تركيزك بيروح تمام. كده انصحكم تخوضوا التجربة دي وتكتبوا لي في التعليقات هل نجحتوا او لا، قريتوا قد ايه، عرفتوا تكملوا التحدي للاخر ولا استسلمتوا. فبجد جرب وسيب لي تجربتك في الكومنتات. بصراحه انصح كل الناس انها تقرا كتاب فن اللامبالاه، ولو عايزيني برضو اعمل لكم ملخص الكتاب ده قولوا لي برضو في التعليقات. بس لو هلخص الاربع فصول اللي انا قريتهم سريعا، الفصل الاول كان مقدمه للكتاب وازاي ان انت في حاجات في حياتك بتهتم لها بزياده وهي ما تستاهلش الاهتمام ده، وفي حاجات تانية المفروض تهتم بيها وانت ما تهتمش بيها بالاهتمام الكافي. وكان مقدمة بيقول لك ان انا في الكتاب ده مش هحل لك مشاكلك لكن هحاول احسنها لك. الفصل التاني بدأ يحكي عن فكرة السعادة وان احنا بنطرد السعادة، وان كونك مثلا بتقف في المراية تقول لنفسك انا فرحان انا فرحان، ده معناه ان انت فعلا مش فرحان. والله العظيم يا استاذ صبري الواحد زهق من الوشوش اللي بيشوفها ومن البلد دي. انا نويتها هاجي بره. على فين يا هيما؟ طنطا. يعني مفيش حد بيبقى فرحان ويقول انا فرحان، فده بيخليك تفكر ان انت زعلان وعايز تبقى فرحان. فانت لما تطارد السعاده اعرف ان انت اصلا مش سعيد، وان السعاده بتيجي من ان انت بتحل مشاكلك، وان مشاكلك عمرها ما بتخلص، ولو في مشكله خلصت بيجي مشكله بعدها ومشكله بعدها. مفيش حياه خاليه من المشاكل، بس الاهم ان انت ازاي تتعامل مع المشاكل دي وانك تحلها، فبالتالي بتحس بشعور السعاده ده لما تحل المشاكل دي. الفصل الثالث بدأ يحكي عن فكره ان انت شخص عادي مش مميز، وان ازاي
يعني في ناس بتبيع فكرة ان انت قدها، انت هتبقى، انت هتقدر، انت هتبقى مميز، انت هتبقى زي فلان وعلان، وبيدولك شعور بالاستحقاق زيادة عن اللزوم ان انت مثلا تبقى مميز في حاجة، او ان الناس تعاملك معاملة خاصة كأنك مختلف عن الناس كلها. انتوا ليه مش حاطين لي صورة مع اصدقائي الفنانين هنا؟ وبيقولك ان ايا كانت مشاكلك، فالمشاكل دي اما حد مر بيها في الماضي او بيمر بيها في الحاضر زيه زيك، او في المستقبل كمان ممكن يمر بيها، فانت مش مميز في حاجة. يعني المشاكل اللي قابلتك قابلت غيرك، فانت زيك زي غيرك. فلو انت اقتنعت بالحتة دي هتبدأ يعني تبص على الحاجات البسيطة في حياتك وهتسعدك بجد. فكرة القعدة مع أصحابك مثلا، تساعد حد في حاجة، تحل مشكلة معينة، الحاجات البسيطة أو الأساسية في الحياة دي هيبقى بالنسبة لك مصدر سعادة. وإن ياما ناس نفخة نفسهم عاملين فيها إن هم ناس مهمة، وفي الآخر هو فاضي، يعني بيتظاهر ان هو مهم وان هو بيعمل كذا وكذا وكذا، لكن هو يمكن شخص عادي او اقل من العادي كمان، بس هو بيخدعك بكلامه. الفصل الرابع قيمة المعاناة، وان المعاناة لابد منها. يعني كده كده انت هتعاني، بس انت ممكن بتختار ان انت تعاني في حتة معينة بحيث ان المعاناة دي يبقى ليها معنى، مش مجرد بس بتعاني وخلاص، لا بتعاني عشان توصل لحاجة معينة مثلا. وإن فعلا الشخص اللي بيبقى عايز يوصل لمكانة معينة أو حاجة معينة في مجال معين، إن هو يبقى حاجة جامدة مثلا في المجال ده، هو الشخص اللي قادر يدفع ضريبة الرحلة، اللي قادر إن هو يعيش المعاناة بتاعة الرحلة اللي توصله للنتيجة، مش مجرد هو بس عايز النتيجة إن هو يبقى جامد في الحتة الفلانية من غير ما يدفع أي ثمن. وبس كده، أتمنى تكونوا استفدتوا بالدقيقتين التلخيص دول، ولو فعلا عايزين نلخص الكتاب اكتبوا لي في التعليقات. وبعد مرور 24 ساعة بالظبط على التحدي، النتيجة ما قدرتش اقرا غير نص الكتاب. فالمهم للأسف هتعاقب، وزي ما قلت أكتر تعليق هيجيب لايكات لمدة أسبوع بالظبط من نزول الفيديو هو اللي هياخد الفلوس. كون إن أنا أخلص نص الكتاب بالنسبة لي ده إنجاز، وأنا مبسوط بيه بصراحة، وألف مبروك للي هياخد الفلوس. يعني هنشحت خلاص. فاهم حاجه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت تقول لي تجربتك مع انك تقرا كتاب لمده يوم، هل نجحت ولا فشلت، وايه اصعب الحاجات اللي عدت عليك في التجربه دي. ولو عندك فكره تحدي حطها في الكومنتات، والى اللقاء في تحدي جديد، ومع السلامه. ما تنساش بقى تحط تعليق، فلوس تعليق تكسب، تكسب.